بيحصل في فلسطين مش مجرد أحداث سياسية عابرة، دي معركة مستمرة بقالها عقود، والشعب الفلسطيني بيدفع تمنها من دمه وبيته وحياته اليومية. ورغم كل الحروب والاحتلال والقمع، الفلسطينيين لسه موجودين، لسه بيتكلموا لغتهم، لسه متمسكين بأرضهم، ولسه عندهم حلم الحرية والاستقلال. القضية الفلسطينية مش بس تخص أهلها، دي قضية إنسانية في المقام الأول، بتكشف عن معاني العدل والظلم، الحق والباطل. وكل مرحلة عدت كان فيها خسائر، بس كان فيها أمل. وكل مرة الاحتلال يفتكر إنه انتصر، كان بيلاقي الفلسطينيين واقفين من تاني أقوى وأشد، لأن ببساطة الحق مش ممكن يموت. ورغم إن الوضع بيتغير والسنين بتمر، إلا إن السؤال اللي بيطرح نفسه: إمتى العالم هيقف جنب الحق؟ وإمتى فلسطين هتعيش في سلام؟ لحد ما الإجابة دي تتحقق، هيفضل الشعب الفلسطيني قاوم، وهيفضل التاريخ شاهد على صمود، لأن الأرض عمرها ما بتنسى أصحابها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.